شاهد الوسط الفني خلال الأيام الماضية عدد من الأحداث المؤسفة والحزينة، حيث رحل عن عالمنا عدد من رموز الفن في عالم الإخراج، وفقد عدد من النجوم أحد أفراد أسرتهم، كما فقد الفن العربي الفنان محمد فريد، وعاش على إثر هذا الفقدان حالة من الحزن الشديد. وهو ساهم على إثر هذا الأصدقاء والجماهير ومتابعيهم على صفحات السوشيال ميديا. ورحل عن عالمنا المخرج الشاب أحمد سامي العد نجل الفنان الراحل سامي العد، حيث كشفت رشا سامي العد عن وفاة شقيقها أحمد العد، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: إن الله وإنا إليه راجعون، إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العد. كما فقد الوسط الفني مؤخرا الفنان محمد فريد، حيث كتب الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين عن وفاة الفنان القدير محمد فريد أمس. وكانت كشفت ناهد محمد فريد ابنة الفنان محمد فريد تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية ودخوله إلى أحد المستشفيات، قائلا: عانى من مشاكل صحية بسبب سوء التغذية وضعف الأوردة. وعند إجراء أحد الفحوصات الطبية في المستشفى اضطر الطبيب لحجزه في غرفة العناية المركزة. وأيضا حالة كبيرة من الحزن تعيشها النجمة دينا الشربيني بعد وفاة والدتها منذ أيام، حيث رحلت بعد أشهر قليلة من وفاة والدها. وكتبت دينا الشربيني عبر خاصية ستوري على حسابها بإنستجرام قائلا: توفت إلى رحمة الله تعالى والدتي ليلى السيد عبد الله، اللهم أرحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها واجمعني بها في جنتك، اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. وغيب الموت عن عالمنا أحد أعمدة الإخراج الفني هو المخرج منير راضي، حيث نعته شقيقته الفنانة الكبيرة عطاف راضي من خلال حسابها على فيسبوك، حيث كتبت: إن الله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى أخي الغالي المخرج منير راضي، اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله واسكنه فسيح جناتك والهمنا جميعا الصبر والسلوان. كما توفى مؤخرا المخرج أحمد النحاس عن عمر ناهز 73 عاما، حيث أعلنت ابنته نهى النحاس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: وليد العزيز في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة. وكشف الفنان نادر أبو الليل منذ أيام على صفحته موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة شقيقتها الكبرى. وأخيرا توفت منذ أيام الفنانة الكبيرة نجاح سلام صاحبة أغنية أغلى اسم في الوجود يا مصر عن عمر ناهز 92 عاما، حيث كتبت ابنتها سمر سلمان العاطفي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: انتهى المشوار يا عروبة، ماما في رحاب الله. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.